اتصال بالغلط، لكن نهاية هذا الاتصال شيء ما يخطر على البال. قصة من أغرب القصص اللي راح تسمعوها. أنا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا. خلوا لايك للفيديو وتعال أحكي لكم. هلا يابا، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وعافية. كلنا ممكن توصلنا اتصالات بالغلط على هواتفنا، وهذا الشيء يعني اغلبنا تعرض له. لكن لما يوصل اتصال بالغلط وهذا الاتصال يصنع قصة عجيبة ونهاية غير متوقعة، هذا هو الشيء الغريب واللي راح تسمعوه بقصة اليوم. اريد منكم لايك حلو وتعالوا ندخل بالاحداث. سلطان شاب من سلطنة عمان، عمره 34 سنة، شاب أعزب يشتغل مهندس بشركة مقاولات. سلطان مو فقط أعزب ولكن ما يمتلك أي علاقة مع بنت، وبكل حياته ما حكى ويا أي بنت ولا كون أي علاقة. بيوم من الأيام كان مصادف يوم خميس، وسلطان كان سهران بغرفته كالعادة لأنه يوم خميس وثاني يوم عطلة، وكان يتصفح بتليفونه يعني كالعادة بدون أي هدف، يتابع يشوف أي شيء يطلع قدامه. بعد كذا ساعة تعب من التصفح بالجهاز ومل منه، فخلاه على جنب وسحب كتاب من كتبه وقعد يقرأ بيه. وبأول دقائق بلش يقرأ بيها بالكتاب، سلطان دق تليفونه، ترك كتابه، انتبه للتليفون، شاف اكو رقم غريب يتصل، فمن باب الفضول قرر يرد عليه. ففتح اتصال، الو، واذا بي صوت بنت ناعم تقول: الو السلام عليكم، شلونك منير، كيف الحال؟ سلطان قال لها: عفوا بس اني مو منير. قالت له: ها اعتذر منك، الظاهر اني غلطانه بالرقم، سامحني، مع السلامه مع السلامه، ونسد الخط. انقطع الاتصال والامور كلها طبيعيه. لكن سلطان بهذه اللحظه وضعه تغير. اول مره في حياته بهيج وقت ويحكي ويا بنت وصوت رقيق ناعم حلو. فبعد ما سد الاتصال ظل لازم تليفونه ويباوع على الرقم ويفكر، وبدون شعور رجع اتصل مرة ثانية. ردت عليه البنت قالت له: الو تفضل. هو ما كان يعرف شنو يقول لها، قالها: العفو بس انت يا منير تريدين؟ قالت له: يا اخي انا كنت غلطانة بالرقم، انت ليش رجعت اتصلت؟ قالها سلطان: ها يعني عادي، يعني اذا اكو شيء اقدر اخدمك بشيء يعني اني حاضر. قالت له: لا اشكرك ما تقصر، اني ما احتاج شيء. قالها: والله شبيك، قولي عمري اساعدك باي شيء تريدين. قالت له: لا اشكرك. سلطان شاب مثل ما قلت لكم ما عنده علاقات وما عنده هذه التجارب وما عنده لا لف ولا دوران وما يعرف بهاي الامور. قالها: شوفي بصراحه اني اول مره بحياتي اسمع صوت بنت مثل صوتك. قالت له: ها ليش يعني شنو بي صوتي؟ قالها: والله بصراحه ما اعرف يعني، بس هيجي حسيت صوت يعني رقيق ويدخل للقلب. ردت عليه قالت له: ها ما شاء الله هيجي على طول يدخل القلب؟ قال لها: اي والله وهذه هي الصراحه، وما اريد الف وادور عليك، وبصراحه اذا مو زحمه انا حاب اعرف اسم حضرتك. ضحكت البنت وقالت له: ماشي تدلل، اني اسمي ليالي، انت شنو اسمك؟ قالها: اني اسمي سلطان. وهنا استغل الفرصه بسرعه وبدا يعرفها عن نفسه، وصار التعارف بهاي المكالمه. وطول سلطان بالوقت، كان متقصد حتى يعرفها عن نفسه ويظل يسمع صوتها. عرفها عن حياته وعن عمله وعن كل اموره، وصار يسالها عن حياتها. قالت له: اني اصلا من اليمن وعايشه هنا بعمان عند اختي، وبين فتره وفتره اروح لاهلي لليمن اشوفهم، اظل يمهم شهر ونص وارجع اظل عند اختي. المهم من يومها بدأ التعارف وبلشت المكالمات بين ليالي وسلطان. يقول سلطان: اني اول مرة في حياتي احكي ويا بنت وهيج صوت رقيق وناعم. اني عمري عدل 30 وما عندي اي علاقة باي بنت خلقها رب العالمين، فصرت احس نفسي اعيش بعالم حلو وجو حلو وشي غريب لكن ممتع. وحسيت بداخلي بديت انجذب لهذه البنت ليالي، يعني حسيت نفسي ارتاحيت لها، وهي اول انسانة يرتاح لها قلبي. فظليت متواصل وياها، وصرت لما اشوفها تحاول تقطع العلاقة والتواصل بيننا اخترع لي اي عذر حتى يظل التواصل مستمر وما ينقطع واظل احكي وياها. وصرت فجأة ادعي رب العالمين، اقول: يا ربي اجعل هذه الانسانة من نصيبي واسعدني بيها. بديت بالله شعور اتعلق بهذه الانسانة، احس نفسي بدت تتعلق بيها، حبيت الخجل اللي تحاكيني بيه، حبيت العفة اللي عندها والتربية اللي متربية عليها. لكن ليالي صارت تقول لي: اني ما اقدر اظل على تواصل وياك، واني ماكو شيء يربطني بيك، واني ما سويت هذا الفعل، وعمري
عمري ما سويته. فهنا قررت اصارحها بكل مشاعري حتى اكسب وجودها وما تبتعد عني. فقلت لها ليالي شوفي خليني احكي لك الصراحه، انا حبيتك وحب نقي مو لعب ولا كلام مراهقين. هي ردت علي مصدومه قالت حبيتني شلون؟ قلت لها والله ما اعرف، انا احس نفسي حبيتك واريدك تكونين الي زوجه. قالت وزوجه بعد؟ يعني حبيتني وتريدني اكون زوجه الك وانت بعدك اصلا ما شفتني ولا عرفتني زين؟ قلت لها مو مهم اشوفك، مو مهم هاي التفاصيل، يكفي عندي انه انا سمعت صوتك وعرفت انت شنو اخلاقك شنو. هنا يقول سلطان انا بلحظتها ما اعرف حسيت هذه البنيه لما سمعت هذا الكلام مني صار اكو بداخلها تردد او خوف او ما شابه ذلك. قالت لي والله بصراحه انا ما اعرف شنو اقول لك، بس ما اعرف اني خايفه. قلت لها من شنو؟ قالت ما اعرف بس اني خايفه مو مرتاحه. قلت لها خليك مطمئنه وهسه اني حكيت لك اللي عندي وان شاء الله انت تحبين الموضوع وتقدرين تتقبليني. قالت والله ما اعرف بصراحه شنو اقول لك بس خليها على الله. وقالت لي ترى اني بعد شهر رايحه لاهلي لليمن حتى اشوفهم، ولما اروح تواصلي وياك راح يقل لان ما راح اقدر اكون ماخذ راحتي وسط اهلي بين امي وابويا واخواني. يقول سلطان اني مجرد ما سمعت هذا الكلام منها ضايقت، رغم هي بعد لها شهر يلا تروح. صرت اقول بداخلي هذه راح تروح لاهلها وتواصلها راح يقل ويمكن تنقطع عني بشكل نهائي. فظليت هذه الفتره احاول اعلقها بي باي شكل من الاشكال واحاول اثبت لها حبي الها باي طريقه حتى اخليها تتعلق بي بشده مثل ما اني متعلق بيها، وحتى لما تسافر لليمن على اهلها ما تقطع التواصل وياي. واللي ما عنده معلومه عن موقع اليمن الجغرافي، اليمن مجاوره لعمان يعني حدوديه بيناتهم، والمسافه اللي بينهم تنقطع بالسياره بكم ساعه. المهم يقول سلطان ظليت متواصل بشكل مستمر ويا ليالي وقدرت اقنعها بحبي الها ونيتي البيضاء ونيتي بالزواج منها. بعدها طلبت منها صوره، قلت لها ارسلي لي صوره الك حتى اشوفك بيها وهي رفضت. وظليت احاول وياها واحاول، اخر شيء قالت لي راح ارسل لك صوره بس اريد منك توعدني تمسحها. وبيومها دزت لي صورتها وانبهرت بجمالها واناقتها وكل شيء خلق بيها رب العالمين، ونفذت وعدي الها. وبعد ما شفت الصوره مسحتها وحلفت لها انه اني مسحتها، وصارت تثق بي ثقه عمياء، وصارت ترسل لي صور الها اكثر وترسل لي فيديوهات، واني عد وعدي الها كل ما ترسل لي شيء واشوفه اروح امسحه حتى ما اخلي كذب بعلاقتنا وما اخون الثقه اللي بيناتنا، لانه انا كنت بداخلي ناوي نيه خير وما اريد اي كذب يصير بحياتي. وبهذه الفتره صار تبادل حب كبير بيني وبين ليالي، وحسيت نفسي كانه صرت اعيش حياه جديده، كانه انخلقت من جديد. واجا اليوم اللي تسافر بيه ليالي لليمن حتى تشوف اهلها، وكان هذا اليوم جدا حزين بالنسبه لي لانه كنت احس انه خلاص راح يقل التواصل بيني وبينها. قلت لها ليالي اسمعيني ترى اني ما اقدر بدونك، يعني انت تواصلك وياي لازم يظل مستمر. قالت سلطان افهمني والله ما اقدر اوعدك بتواصل دائم مثل قبل، لان تعرف اني اخواني عايشين بنفس البيت، بس اطمن انه اني ما راح اقطع تواصل وياك ابدا، اطمنك علي حتى لو مره باليوم لحد ما ارجع عند اختي. هنا يقول سلطان اني خلاص اطمنت، قلت اتحمل شلون ما كان يمر هذا الشهر لحد ما ترجع عند اختها، وبكل الاحوال لحد ما ترجع انا راح ابدي اجهز اموري حتى اشوف شلون الطريقه اللي اروح واطلب بيها ايدها للزواج. المهم يقول راحت ليالي ووصلت اليمن، واول ما وصلت حكت وياي وطمنتني، وظلت تحكي وياي اول يوم وثاني يوم، وصارت كل يوم تتصل بي مره واحده لو مرتين، لو ترسل لي صوره واني ما اضغط عليها اخليها على راحتها. وبعد ما عدى اسبوع على سفرها صحيت بيوم من النوم ما لقيت مسج منها، وعدى اليوم كله لحد الليل وماكو اي خبر منها، لا اتصلت ولا دزت مسج. وعدى اليوم الثاني وعدى اليوم الثالث والرابع وليالي ماكو. اتصل عليها ما تجاوبني، اراسلها وينك ليالي طمنيني عنك ماكو رد. ظليت بقلق عليها، خصوصا هي وعدتني انه هي كل يوم تطمني عنها وما تنقطع عني ابد، وانا اعرفها كل الزين صادقه وعد وعدها لانه جربتها وعرفتها هي شنو، فمستحيل تغيب عني. المهم يقول سلطان باليوم الخامس كانت الصدمة لما وصلني اتصال من رقم غريب. بلحظتها ابدا ما كنت مرتاح لهذا الاتصال ولا كنت ناوي ارد عليه، لكن المهم رديت عليه واذا بصوت رجل يقول لي الو انت سلطان؟ قلت له ايه. قال لي اني فلان
اخو ليالي ونزل علي شتائم اشكال، يا وسخ يا ما تستحي، ما عندك غيره، ما عندك خوات، ما خلى شي ما حكى علي. قلت له بس لحظه انطيني مجال خليني افهمك. قال ما تفهمني، اني اخذت جهاز اختي وشفت كل شي وقريت كل شي، كل الكلام اللي بينكم قريته، وليالي ضربناها اني واخوتي وهي حاليا بالمستشفى وانت حسابك ويانا عسير. هنا يقول سلطان انا ما اعرف، ظليت مضروب براسي ما اعرف شنو اقول له ولا اعرف شنو ارد له، ظليت احاول وياه احاول اهديه ما يفيد، متعصب على الاخر. وبهذه اللحظه صرت اتذكر كلام ليالي لما كانت تقول لي اني خايفه ما اعرف ليش، اثاري كانت خايفه من شيء يبعدني عنها، لو خايفه من اخوانها لان هم كلش متعصبين. بلحظتها قلت ليالي كانت حاسه انه راح يصير فد شيء يبعدني عنها، وبنفس اللحظه بداخلي اتخذت قرار انه اني اجاري اخوها وما اتخلى عنها ابد، لان اني السبب بكل هذا اللي صار الها، واني اللي تواصلت وياها وطلبت منها الارتباط. فظليت متواصل ويا اخوها، واخوها يحكي علي ويهدد بي وما انقطع عني، ظل يقول لي اني حقي اخذه منك مربع وراح اعاقبك بكل الطرق. قلت له يا ابن الناس اني قصدي شريف واني رايد اتزوجها، قل لي شنو اللي يرضيكم واني اسويه. وهو يقول لي اني واخوانها ماكو شيء يرضينا غير موتك يلي ما عندك شرف، ويرجع يحكي علي. بعدها راح وسجل الاتصال، وظليت يومين قاعد وحاير افكر شنو اسوي، شلون اخلص ليالي من هذول اخوانها الظالمين. وباليوم الثالث وصلني اتصال ثاني، لما جاوبت قال لي اني اخوها الثاني، اني اللي طعنتها وكسرتها، راح ادفعك الثمن غالي وما راح اعوفك، وحتى مصاريف علاجها بالمستشفى اخليك تدفعهن غصب عنك، وبيني وبينك مسافة جدا قريبة، اجيك بالسيارة والقاك وين تروح مني. يقول سلطان اني اول مرة اتعامل ويا هيج بشر كأنه وحوش. قلت له يا ابن الناس هدي بالك، طول بالك، صلي على النبي، قل لي انت شنو تريد، انا مستعد ادفع التكاليف، مستعد اسوي اي شيء تقولون عنه، بس اهدأوا وهدوا الموضوع ولا تتهورون. قال لي اسمعني زين، ماكو شيء يهدي الموقف بيننا، لكن البنت حاليا حالتها خطرة وبالعناية، خلي تتحسن حالتها وتصير زينة، وبعدها نشوف شنو راح نسوي وياك. لحد هنا يقول سلطان انا كنت متوقع او احس بداخلي انه اكو مبالغة شوية بموضوع المستشفى، لكن لما دزولي صور ليالي وهي بالمستشفى متكسرة ومتضمدة، هنا حسيت باحساس ندم فظيع، وحسيت ما اعرف هيك قلبي كانه صار يتقطع على هذه البنت اللي ما إلها ذنب. بعدها اتصلت على اخوانها وقلت لهم اني ما عندي مشكلة، مستعد ادفع لها كل التكاليف وتتعالج عند احسن دكتور. يقول سلطان انا كنت اعرف اهلها حالتهم المادية ضعيفة لان هي كانت حاكيت لي عنهم، فصرت احاول اكسب رضاهم بكل طريقة حتى بس اهدي الموضوع. المهم بعد ايام رجعوا اخوانها تواصلوا وياي، قالوا احنا عندنا صديق موجود عندك بعمان، تروح له وتنطي له فلوس وهو يحولهن لنا بدون ما تجيب له طاري ولا تفتح الموضوع. قلت لهم خلاص تم، ورحت وانطيت لهذا الرجل ثاني يوم $2500، وظلت ليالي لمدة اسبوعين راقدة بالمستشفى واني ادفع المصاريف، الى ان كانت صدمتي بذاك اليوم لما اتصل علي واحد من اخوانها، رديت عليه سمعته يصيح ويبكي ويقول لي ليالي ماتت اختنا وبسببك، وما راح نتركك لحد ما ناخذ حقها منك. هنا يقول انا عشت بصدمة ما اعرف اوصفها لكم، ما رديت ولا نطقت اي حرف، ظليت بس ساكت ولازم راسي. وبهذه اللحظة صار شكلها يعرض قدام عيوني، اتذكر ملامحها، صوتها، كلامها الي كله صرت اتذكره بهذه اللحظة. وظليت اتذكر كلامها الي لما كانت تقول لي انا احس نفسي خايفة ومو مرتاحة، راحت مني الانسانة الوحيدة اللي عرفتها بحياتي وحبيتها، واخوانها ما راح يتركوني بحالي وناويين ياخذون ثار اختهم مني. يقول سلطان انا كنت متوقع هي هذه اكبر صدمة راح تصير لي، لكن بعدها صارت لي صدمة أكبر منها راح تجيكم بعد شوي. بعد هذا اللي صار بلشت الأمور تتعقد أكثر وأكثر، إلى أن وصل الموضوع للسفارة العمانية، واتصل بي شخص من السفارة ودز لي صورة هويته وقال لي أنا فلان الفلاني وأنت مسوي كذا وكذا، وذول الناس ترى ما راح يتركوك، وأخو البنت اللي سوى بيها هذا الفعل انسجن لأن أخته توفت بسببه. يقول أنا بعد ما أعرف شنو أسوي وما أقدر أحكي لأحد، ظليت أحاول وياه، قلت له زين انصحني، قل لي شنو أسوي، زين أنت حاول تدخل طرف خير بيننا. وبالفعل يقول هذا الرجل الحمد لله حاول يدخل طرف خير بيننا، وقال لي شوف
هذول الناس ماكو شي يوقف بعينهم غير الفلوس، بما انهم حالتهم المادية تعبانة فماكو غير الفلوس تسكتهم وتخليهم يهدؤون. وراح هذا الشخص وصار طرف خير بيني وبينهم، وصار الاتفاق المبدئي اول دفعة 6000 ريال عماني، يعني ما يقارب 15000 دولار امريكي. واني بدون تردد رحت رتبت هذا المبلغ ولميت كل الفلوس اللي عندي ودزيته لهم، عسى ولعل اخلص من هذا القلق اللي اني عايش بيه، لان صرت ما انام الليل. انجمعن علي الصدمات والخوف والحزن على ليالي، وصرت ما اعرف شلون حياتي صارت سودة فجأة. لكن يقول سلطان ما انتهى الموضوع لحد هنا، ظلوا كل كم يوم يتصل علي واحد من اخوانها ويطلب مني فلوس، الى ان اخر شي وصلوني المرحلة صرت مديون وبعت حتى سيارتي وما ظل عندي شي، والموضوع ظل مستمر وظلوا يطلبون مني فلوس. اخر شي لما شفت نفسي بعد ما عندي شي رحت وقعدت ويا اخواني، حكيت لهم الموضوع وجمعتهم هم واولاد عمي. واحد من اولاد عمي لما سمع بهذا الموضوع انفعل وقال لي انت ليش ترسل لهم فلوس وعلى يا اساس تنطيهم فلوس؟ انت ما سويت اي شيء يستدعي كل هذا، وبعدين شنو دخل السفارة بهذا الموضوع؟ انت لازم تصير سبع ولا تخاف وخلي عندك ردة فعل وامشي نشتكي عليهم، اكيد اكو شيء ورا هذا الموضوع. وبالفعل يقول سلطان بنفس اليوم اخذوني اولاد عمي واخواني ورحنا اشتكينا وبدأوا يحققون وياي، وحكيت لهم كل شيء صار وياي من اول اتصال بالغلط لحد ما اجيتهم للمركز، وحكيت لهم حتى على الشخص اللي اسمه فاضل اللي كان يستلم من عندي الفلوس ويحولهن لهم، وهم راحوا وجابوا هذا الشخص اللي اسمه فاضل. وهنا بديت انصدم شوي شوي. هذا الشخص اللي كان يستلم فلوس مني ويحولها لهم لما جابوه قال لهم اني ما اعرف شيء، اكو رجل عايش هنا بعمان هو اللي كان يدزني كل فتره يقول لي راح يجيك شخص ينطيك فلوس وخذهم منه وجيبهن الي. ولما استدعوا هذا الشخص اللي كان هذا فاضل يودي له الفلوس، هنا كانت صدمتي الحقيقيه. طلع كل الموضوع اللي اني مريت بيه هو اساسا فيلم مفبرك، وماكو شيء اسمه ليالي من الاساس، ولا اكو مستشفى ولا اخوانها ولا موت ولا هذه الامور كلها. طلع هذا الموضوع كله مفبرك من 4 شباب يمنيين عايشين بعمان، والكارثه الاكبر هذول ال4 شباب يعرفوني حق المعرفه لانه كانوا يشتغلون عمال ديكور ويعرفون وضعي وعلاقتهم بي زينه، ويعرفون اني اصلا ما عندي علاقات وحالتي الماديه زينه، فقرروا يستغلوني ويستغلون هذا الجانب من حياتي ابشع استغلال. واثاري واحد من عندهم كان يقلد صوت بنت بكل حرفه، وهو اللي كان ممثل علي دور ليالي. والصور والفيديوهات اللي كانوا يرسلوها الي صور وحده صاحبتهم عايشه بغير بلد ومتفقين وياها على هذا الموضوع. يقول سلطان والله العظيم بقد ما زعلت على النصبه اللي تعرضت لها وخسارتي للفلوس، حسيت براحه وارتاح قلبي لان طلع ماكو شيء اسمه ليالي ولا اكو احد مات بسببي. خلصت من تأنيب الضمير وحسيت كأنه هم وانزاح عني، وصرت مرتاح اقدر انام براحتي. وصح خلصت من تأنيب الضمير، لكن تعلمت درس كل عمري ما راح انساه. وحاليا هذه القضية ما زالت مفتوحة لحد الآن وما زالت بالمحكمة وما تم الحكم بيها بشكل نهائي. وأتمنى هذا كل اللي صار وياي يكون عبرة لغيري وما تاخذ مشاعره ويضعف ويندفع. وأنا أتمنى مثل ما كانت هذه القصة درس تعلم منه سلطان، تكون درس لكل شخص عايش بوهم وسط عالم للأسف صار مليء بالوحوش. أريد منكم تكتبوا لي رأيكم بكل اللي صار بالتعليقات، وإذا حابين غيركم يستفيد من هاي القصة خلوا لايك لهذا الفيديو، لأن اللايك يدعمها ويخليها توصل لأكبر عدد ممكن، وسووا لها شير وارسلوها لأي شخص حابين ياخذ عبرة منها. واللي بعد لحد الآن ما مشترك بقناة اليوتيوب يشرفني ويضغط زر الاشتراك ويفعل جرس التنبيهات حتى يوصل إشعار كل ما تنزل قصة. وآخر شيء هذه حساباتي اللي معروضة أمامكم، وهذا حساب الانستغرام تقدرون من خلاله تتواصلون وياي وترسلوا لي قصصكم. أشوفكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة وقصة جديدة. في أمان الله.